السلام عليكم. نكملوا مع تفسير سورة البقرة بالدرجة الجزائرية باش يفهموها كامل الناس بإذن الله. نحلوا المصحف على الوجه الرابع ونروحوا للآية 21. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول نداء في القرآن الكريم، أول نداء جلي كافة الناس، أمرهم الله تعالى بالعبادة، على خاطر الله تعالى خلق الإنسان غير باش يعبدوه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني المهمة تاع الإنسان في الأرض هي عبادة الله وحده لا شريك له. ومن بعد قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني اللي خلقكم وخلق الأمم اللي قبلكم لعلكم تتقون، يعني أعبدوا الله تعالى باش تتقوا الله. العبادة تؤدي إلى التقوى، هذا هو المعنى تاع لعلكم تتقون، ماشي معناتها بالك، لا معناتها العبادة تؤدي إلى التقوى، لعلكم تتقون يعني رجاء التقوى. وبعد وصف الله تعالى فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الله عز وجل بدأ يذكر في النعم تاعو على الإنسان، قال له: الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني فرشها لنا باش نعيشوا عليها، والسماء بناء، بناها لنا كالسقف تاع البيت، وأنزل من السماء ماء، المطر، فأخرج به بهذا الماء من الثمرات، يعني من أنواع الثمرات، رزقا لكم. على جل هذه النعم كامل قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني ما تتخذوش أنداد لله، والند هو اللي قبلك، كما احنا نقولوا هذا ماشي من ندك، يعني ماشي من قيمتك، ماشي من مستواك، هذا هو. فلا تجعلوا لله أندادا، ما تجعلوش لله شركاء وتساويوهم مع الله عز وجل والعياذ بالله. وأنتم تعلمون، انتم على بالكم بلي الله وحده لا شريك له ولا يشبهه شيء. وبعد قال لهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني ولا كنتم في شك، الريب هو الشك، مما نزلنا على عبدنا، يعني شكيتوا في الرسالة اللي نزلتها على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا شكيتوا في هذا الأمر وش ديروا؟ فأتوا بسورة من مثله، جيبوا سورة تشبه للقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وادعوا كامل الناس اللي راكم تستقووا بهم يعاونوكم أنكم تجيبوا سورة من مثل القرآن. والله عز وجل خاطب قريش بهذا المنطلق، يعني بأنه قريش كانوا أصحاب فصاحة وأصحاب لغة وأصحاب شعر، فحاجهم بوش يعرفوا، يعني قال لهم: انتم أهل شعر وأهل فصاحة، جيبوا لي سورة من مثل هذا القرآن المنزل على محمد، بيسك راكم تقولوا بلي هذا ماشي وحي إلهي، إنما هو قول كاهن ولا قول شاعر إلى غير ذلك. تعاونوا انتم والشهداء تاعكم، يعني اللي راكم تستشفعوا بهم وتعبدوا فيهم، وجيبوا سورة من مثل القرآن إذا كنتم صادقين أنكم قادرين ديروها. فإن لم تفعلوا، ولا ما درتوش هذا الأمر، ما قدرتوش تجيبوا سورة من مثله، وبعد قال لهم: ولن تفعلوا، يعني أبدا مش حين تقدروا تجيبوا سورة من مثل القرآن. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال لهم: إذا ما كنتمش قادرين تواجهوا الله تعالى وتجيبوا مثل ما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فاتقوا النار، يعني اجتنبوا النار التي وقودها، يعني الوقود تاعها، يعني الحاجة اللي تشعلها هي الناس والحجارة. قال العلماء: الحجارة هي حجارة الكبريت، هذيك الكبيرة كامل اللي يديروا منها الكبريت. أعدت للكافرين، ربي أعدها للكافرين. ومن بعد قال من بعدها مباشرة كي يهدر الله عز وجل على الكافرين هدر على المؤمنين، على بها القرآن الكريم نسموها المثاني. المثاني معناتها الله عز وجل يذكر مثنيات، يذكر الكافر والمؤمن، السماوات والأرض، الليل والنهار، الإنس والجن إلى غير ذلك. قال لهم:
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما ما يقرن الله تعالى ولا يربط الإيمان بالعمل الصالح. ما نقدروش نكونوا مؤمنين وما نعملوش صالحا، وما نقدروش نكونوا نديروا الخير وإحنا ماشي مؤمنين، كما عمل الجمعيات الخيرية تاع أوروبا إلى غير ذلك، هما يعملوا صالح بصح ماشي مؤمنين، إذن عملهم غير متقبل عند الله عز وجل. لازم يكون الإيمان مرتبط بالعمل الصالح باش يقبل الله تعالى أعمالنا. باش يبشرهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه مفهومة. كلما رزقوا منها، يعني من هذه الجنات، من ثمرة رزقا، كلما أعطت لهم الملائكة ثمار الجنة، يقول هذاك الإنسان هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هذا اللي كان عندنا في الأرض، مثلا رمان، تفاح، عنب، وأتوا به متشابها، يعني الله عز وجل مدهولهم متشابها فقط، يعني يشبه له في الشكل ولكن الذوق غير متشابه. على بها قال لهم الله تعالى وأتوا به، يعني أعطاه لهم الله عز وجل عن طريق الملائكة متشابها، يشبه له واش كان عندهم في الأرض. ولهم فيها أزواج مطهرة، الأزواج اللي في الجنة مطهرة حسيا ومعنويا. معنويا معناتها ما عندهمش الحسد والغيرة والكذب والأخلاق الذميمة، وحسيا معناتها مطهرين من الحاجة كامل اللي عند الإنسان، يعني من حاشاكم بول ولا حيض ولا مطهرين، وهم فيها خالدون. الآن كاين بزاف يسقسي يقول علاش الله عز وجل يذكر غير الأزواج اللي يكونوا للمؤمنين في الجنة، يعني للرجال، وما يذكرش نعيم المرأة؟ قال العلماء أنه ما للرجل في الجنة للمرأة، يعني احنا نديو كامل وش يدي الرجل في الجنة، إلا أنه الرجل له أزواج في الجنة، يعني عدة أزواج، والمرأة رفعها الله وكرمها الله عن التعداد، فجعلها تقبل بزوج واحد فقط ولا تعدد. كذلك في الجنة لها أن تختار بين زوجها الحالي في الدنيا وبين أن يرزقها الله زوجا من اختيارها في الجنة. الله عز وجل كرم المرأة، الإسلام كرم المرأة في الدنيا والآخرة، يعني ما يجعلهاش تعدد في الرجال، لكن للرجل ذلك. نتوقفوا عند هذا الأمر ونتلاقوا إن شاء الله في الفيديو المقبل. السلام عليكم.